صدم الصبي عندما اكتشف أن الرجل الذي قدم لزوجته حقيبة يد بقيمة 3 ملايين دولار كان في الحقيقة والده نفسه، ذلك الذي كان يحمل الطوب يومياً في موقع البناء. شد الصبي كم والدته دون تفكير وسألها بذهول: هل هذا أبي؟ لكن المرأة لم تعرف كيف ترد، لأنها كانت قد اكتشفت بنفسها للتو أن الزوج الذي لم يكن يشتري حتى زجاجة ماء معبأة هو في الواقع ملياردير تبلغ ثروته مئات المليارات. وفي صباح ذلك اليوم فقط كانت قد أخرجته من السجن بكفالة بسبب الديون، ولجمع مبلغ الكفالة أنفقت كل مدخراتها، بل وكانت تجمع الزجاجات مع ابنها كل يوم. واستغرق الأمر أكثر من أسبوعين حتى تمكنا من توفير المبلغ الكافي. بعد أن خرج الرجل من السجن رأى كم عانت زوجته وابنه، وأقسم أنه سيعمل بجد ليمنحهم حياة أفضل، لكن هذا النوع من الوعود كان قد قطعه مرات لا تحصى من قبل. وبعد وقت قصير من عودته إلى المنزل غادر مرة أخرى بحجة أنه بحاجة إلى كسب المال، وعندما شاهدته يبتعد شعرت المرأة أن كل معاناتها كانت تستحق العناء، لكنها لم تكن تعلم أنه على بعد مسافة قصيرة من المنزل خلع ملابس العمل كاشفا عن بدلة مفصلة خصيصا تساوي عشرات الملايين تحتها. ثم ظهرت زوجته الثرية جيسيكا برفقة ابنهما الصغير، وبعد أن قبلت ابنها سألت الرجل بانزعاج: متى سينتهي هذا التمثيل السخيف لرجل فقير؟ اتضح أن الرجل كان في الحقيقة مليارديرا اختار أن يختبر حياة الفقراء، وقضى سنوات يتظاهر بأنه رجل مفلس غارق في الديون يشاهد بعينيه معاناة زوجته الفقيرة دون أن يكشف عن هويته الحقيقية ولو مرة واحدة. حتى قصة سجنه بسبب الديون كانت كذبة فقط ليتمكن من الاجتماع بجيسيكا، وحتى مبلغ الكفالة الذي جمعته المرأة بشق الأنفس كان رقما قد حسبه بدقة، وهو بالضبط ما يمكنها كسبه خلال أسبوع من العمل المرهق. كان يستمتع بإخلاص زوجته الفقيرة الكامل بينما ينعم بالمكانة والترف إلى جانب زوجته الغنية، وكان يعتقد أنه أخفى كل شيء بإتقان حتى مل من زوجته الفقيرة، واختفى ببساطة معتقدا أن أحدا لن يكتشف الحقيقة. وما لم يتوقعه هو أنه بينما كان يقيم حفلة فاخرة بمناسبة عيد ميلاد جيسيكا كانت زوجته الأخرى قد حصلت على عمل بدوام جزئي في الفندق الفاخر نفسه كنادلة في قاعة الحفلات مقابل $1000 ل3 ساعات عمل، وبسبب فواتير الكهرباء والمياه غير المدفوعة لم تتردد في اصطحاب ابنها معها والذهاب إلى العمل. لكن عندما رأت وجها مألوفا في الحفل شعرت بالدوار ولم تعرف إن كانت تحلم أم مستيقظة. فالرجل الذي لم يكن قادرا حتى على إعالة زوجته وابنه كان الآن يهدي جيسيكا حقيبة يد محدودة الإصدار بقيمة 3 ملايين دولار، وحتى حقيبة الظهر التي اشتراها لابنهما كانت تساوي $1,000,000. ثم وعد علنا بأن أي شيء تريده زوجته وابنه سيوفره لهما. تحطم قلب المرأة في الحال، ولم تفهم من يكون هذا الرجل حقا أو لماذا لديه زوجة وطفل آخران. وفي اللحظة التالية أعطتها جيسيكا الإجابة، فبعد أن سئمت من مشاركة زوجها مع امرأة أخرى قالت جيسيكا بحزم للرجل: إذا كنت تريد حقا إرضائي فأوقف هذه اللعبة السخيفة لرجل فقير فورا. تدخل صديق الرجل على الفور قائلا: إنهم لم ينتهوا من المرح بعد. ثم عرض على جيسيكا مقطع فيديو سريا صوروه للمرأة وهي تجمع الزجاجات لإخراج الرجل من السجن، فانفجر الجميع بالضحك وكأن حب المرأة كان أكبر نكتة رأوها في حياتهم. عندها فقط فهمت المرأة أن كل المعاناة التي واجهتها في حياتها لم تكن سوى جزء من سيناريو محكم صنعه الرجل بعناية. ولكن عندما رأى الرجل المرأة تتعرض للمضايقة من قبل بلطجية لم يستطع إلا أن يعبس، ولاحظت جيسيكا تغير مزاجه وسألته فورا إن كان قد وقع في حب المرأة الفقيرة. ولحفظ ماء وجهه أنكر الرجل كل سنوات الحب التي جمعتهما وسخر منها لفقرها ورثاثتها، قائلا إنها لا تستحق حتى تلميع حذائه، وأن جيسيكا وابنهما فقط يستحقان حبه وإخلاصه، وأنه لن ينفق أمواله إلا عليهما. تلك الكلمات حطمت تماما كل حب المرأة له. وفي طريق العودة إلى المنزل لم تستطع المرأة إلا أن تسأل ابنها: إذا انفصلت أنا ووالدك مع من تريد أن تبقى؟ فكر الصبي قليلا ثم سألها: هل يمكننا الانتظار يوما آخر من أجل أبي؟ لقد وعدني أن يأخذني إلى مسابقتي غدا. وبما أنها رأت تردد ابنها قررت المرأة أن تمنح زوجها فرصة أخيرة، فإذا تمكن من الحضور في الموعد المحدد للحدث في اليوم التالي فستختار من أجل ابنها أن يكون لديه عائلة كاملة أن تبتلع كل شيء وتسامح. وحتى منتصف الليل عاد الرجل أخيرا إلى المنزل، وعندما رأى المرأة واقفة وحدها في غرفة المعيشة تظاهر بالقلق وسألها إن كانت قد تعرضت للمضايقة، ثم تظاهر بالذنب وقال إن كل ذلك خطؤه لأنه جرها هي وابنهما للعيش في هذا المكان البائس الضيق. لكن المرأة لم تعد ترغب في مشاهدة تمثيله، فاكتفت بتذكيره ببرود: لقد وعدت أن تأخذ ابننا إلى المسابقة غدا، لا تنسى. وعند سماع ذلك أقسم الرجل مرة أخرى أنه سيذهب بالتأكيد. لكن في اليوم التالي اكتشفت المرأة وابنها أنه كان مع جيسيكا وابنهما بدلا من ذلك، وبإلحاح من ابنها اتصلت المرأة بالرجل وسألته أين هو، فكذب دون تردد وقال إنه في موقع البناء وسيعود فور انتهاء العمل.
انهارت المرأة تماما، فاتصلت فورا بشقيقها وقالت إنها نادمة على الزواج من ذلك الرجل، ولا تريد الآن سوى أخذ ابنها والعودة إلى المنزل. فوافق شقيقها دون تردد، بل ورتب لهما الاسترخاء بإرسالهما في إجازة إلى جزيرة خاصة. وبعد مغادرة المرأة وابنها مباشرة، أعلن المعلم على المنصة أن الفائز في المسابقة لم يكن سوى ابن المرأة جون. وعندما سمع الرجل الاسم صدم، وعندها فقط أدرك أن ابنه الأكبر جون كان يدرس في هذه المدرسة أيضا.